بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي واصدقائي عشاق متابعين قناة جول كيبر، انا طبعا بعبر عن سعادتي الكبيرة جدا جدا ان انا بلتقيكم من جديد، وبستأذن حضراتكم تساندونا وتدعمونا وتعملوا متابعة للقناة الجديدة اللي انا عملتها عبر الفيس باسم الناقد الرياضي علاء حمام. معانا كم خبر قنبلة قنبلة قنبلة. خرج كلام في الساعات الأخيرة إن النادي الأهلي حصل على توقيع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك لمدة موسمين، وإن بعد ضربة زيزو ضربة الونش. أحكي لكم مشهد حصل معايا أنا شخصيا خاص بموضوع الونش وموضوع لعيبة معينة في خط دفاع الزمالك تنتقل للنادي الأهلي. كنت ضيف في إحدى القنوات العربية الكبيرة، والقناة العربية دي عندها سلسلة قنوات، وانا في الاستراحة كان موجود مسؤول كبير جدا من النادي الاهلي هيطلع في قناة تانية تبع سلسلة القنوات دي. مهم قعدنا نتكلم مع بعض، فكان ساعتها الاهلي لم يتعاقد مع مصطفى العش، كان بيدور على مدافع، وانا طرحت عليه مسألة ان فعلا الادارة ناوية تضم محمود حمدي الونش لاعب الزمالك. فمسؤول الكبير ده في النادي الاهلي قال لي لا، في ناس في لجنة التخطيط معترضة على الونش وغير متحمسة للصفقة، وذكر لي اسم معين في لجنة التخطيط موجود حاليا. تمام. بعد ما خرج كلام بتوقيع الونش للنادي الاهلي، انا تواصلت مع مسؤولين في النادي الاهلي وعلمت ان الونش لم يوقع، وان الونش معروض عن طريق احد وكلاء اللاعبين. لكن انا بقى هقول لكم على لعيب اخر مطلوب بشدة في الزمالك، وكولر لديه قناعة جامدة جدا باللاعب ده. طبعا بعيد عن صفقة زيزو، صفقة زيزو دي خلصت خلاص، زيزو بالتيشيرت الاحمر، بنتكلم في صفقة جديدة خالص. في لعيب كولر شايف انه لو جاله هيطوره قوي وهيخليه في حتة تانية، بل في حتة تالتة، مش تانية، تالتة كمان، وهيفيده قوي في خط الدفاع. اللعيب اللي انا بتكلم عليه حسام عبد المجيد. كولر شايف ان حسام عبد المجيد جسمانيا وجسديا ممتاز جدا كمدافع، وعنده ميزه ضربات الراس، وشايف ان كورته اتطورت شويه، مش قوي بس اتحركت من مكانها. وكولر شايف ان حسام لو جاله هيطوره اكتر وهيخليه مدافع بينقل كوره ويحرك كوره وياخد كوره ويشق ويديله ثقه جامده جدا، ويعمل له حاجات تطور من ادائه اكتر من اللي هو فيه. هو ده فعلا اللعيب اللي مطلوب في خط دفاع الزمالك، والصفقة اللي مطلوبة في الزمالك بعد ما خلصت صفقة زيزو. ولو حسام عبد المجيد في آخر 6 شهور من عقده، أنا بقول لك الأهلي هيخطفه، والكلام ده على مسؤوليتي ومن ناس كبيرة جدا في الأهلي. في قناعة عند كولر بإمكانيات حسام، مش دلوقتي، هو في دماغه إنه يقدر يوصله لمرحلة جامدة جدا من المستوى. الزمالك جمد زيزو، مع ان زيزو ما اخطاش في حق الزمالك خالص ولا عمل اي حاجه. زيزو الراجل لعيب محترف، طلب 10 قروش الزمالك ما معهوش. زيزو جاله عرض واثنين وثلاثه، وابوه راح لهم بيعوا الواد ما باعوهوش. وانا قلت لكم زمان زيزو هيمشي من الزمالك والزمالك مش هياخد شيلين، والزمالك خسر 2 لعيبه كبار قوي 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 ما استفادش من وراهم بمليم. مش اوباما راح بيراميدز والزمالك ما استفادش بمليم. والوقت اللي الزمالك ماشى فيه اوباما ببلاش، راح جاب زياد كمال اعاره ب 30 مليون جنيه، ارجعه بس ساعتها عاقد معاه ب 30 مليون جنيه اعاره، ومشى اوباما مجانا ببلاش. زيزو هو مشي ببلاش. اوباما ده وانت مغمض عينك كده، مغمض عينك، تبيعه ب 20 مليون جنيه، ب 15 مليون جنيه وانت مغمض عينك. زيزو ده وانت مغمض عينك كده، مغمض، تبيعه ب 6 مليون دولار. دي ازمه. انت يا زمالك بتجمد زيزو ليه؟ هو زيزو عمل لك حاجه؟ وبصوا بقى الزمالك بيتعامل بازدواجيه. فاكرين بن شرقي لما كان بيلعب في الزمالك قالوا له جدد، قال لهم لا العقد خلص، انا هفضل العب لحد ما عقد يخلص وهمشي. قال لك شوفوا اللاعب المحترف، وعملوا له حفله وعملوا له بانر في المدرجات، شكرا يا بن شرقي، شكرا راجل مخلص، لعب لاخر دقيقه.
طب ما زيزو مخلص وبيلعب لاخر دقيقه ولسه موصلكم نهائي كاس مصر. بتجمدوه ليه؟ وعمل لكم ايه؟ غلط في حقكم في ايه؟ طبعا مشهد غريب. يقول لك يفسخ عقده مع الاهلي ويجي ونديله اللي هو عايزه. طب ما اديتوش ليه اللي هو عايزه؟ هو عندك. الراجل كان معاك سنه بحالها بتفاوضه مش عارف تجيب له فلوس. طبعا ما يقدرش يفسخ عقده مع الاهلي لان في شرط جزائي ب9 مليون دولار. زيزو عايز يمشي يروح الخليج يدفع 9 مليون دولار. عايز يكمل مع الزمالك يدفع 9 مليون دولار. انسى. في ضربه جامده قوي جايه، ضربه جامده، وهنضرب نار واللي يحبنا يضرب نار. ضربنا نار ليه؟ معانا خبر ضرب نار. مصطفى محمد في وفد من النادي الاهلي هيسافر فرنسا يلتقي مسؤولي نان لاقناعهم بالموافقه على اعاره مصطفى محمد موسم للنادي الاهلي. موسم للنادي الاهلي خلال الايام اللي جايه المقبله. حد بيقول لي احمد عبد القادر الاهلي هيعمل فيه ايه؟ عبد القادر بضاعه رابحه، بضاعه تجيب فلوس. عبد القادر لو الاهلي قال لك هبيعه هيبيعه ب6 مليون دولار. وعبد القادر ما شاء الله لعيب كبير وناجح جدا في قطر. مفيش مشكله عند الاهلي. ممكن الاهلي يجدد اعارته تاني برضه هياخد له 2 مليون دولار. الدنيا زي الفل، الدنيا زي الفل. الزمالك بيقول لك انا هجيب رشاد المتولي لاعب بتروجيت. رشاد لعيب كويس، بس انا بقول للزمالك الحق هات لعيبه لان القيد هيتقفل 3 فترات بسبب فلوس باتشيكو وفلوس فرجاني ساسي. باتشيكو 880 ألف دولار، فرجاني 750 ألف يورو. يوم السبت لقاء الدوري، وكولر قالها واضحه وصريحه. قال لك بيراميدز من الفرق الجيده في افريقيا، مش في مصر بس، في افريقيا. والفريق عنده قوه وعنده لعيبه اصحاب قدرات جيده. وقال انا في انتظار جماهير النادي الاهلي انها تكون موجوده في الملعب وتحدث الفارق لصالح الاهلي. تحدث الفارق لصالح الاهلي. كولر عنده حذر من 3 لعيبه. اول واحد فيهم وليد الكارتي. شايف ان وليد الكارتي من افضل اللعيبه اللي بتتسحب او بتتقدم بلغه الكوره وتختار بوزيشن معين في ال18، تقف في مكان خطير في ال18، وانه الفينش بتاعه عالي. فحذر لعبته من الكارتي، حذر لعبته من الكارتي. وشايف برضو ان فيستون مايلي مهاجم قوي جدا. وطبعا ابراهيم عادل، ان ابراهيم عادل لعيب صاحب مهاره وهداف وبيفرق جوه الملعب. دول 3 لعيبه كولر حذر لعبته منهم، وهيعمل محاضرات الايام القليله اللي جايه يتكلم على بعض نقاط القوه والضعف في بيراميدز، ويتكلم على ال3 لعيبه دول تحديدا. انا من وجهه نظري المتواضعه ان فيستون مايلي ويو النور او يو انور او خلينا يو النور لاعب البنك الاهلي، دول افضل 2 مهاجمين في افريقيا، مش في الدوري المصري، في افريقيا. بس يو النور لاعب البنك الاهلي عنده مهاره عن فيستون مايلي، لكن فيستون مايلي مهاجم جامد، هيدرز سريع، يجيب بجوان بقى رجليه اليمين رجليه الشمال قوي. ويو النور لعيب هداف ولعيب سريع برضه ولعيب مميز. مروان عطيه بيقول لك ارضيه ملعب مباراه الهلال السوداني ما ساعدتناش نلعب باسلوبنا جوه الملعب، اثرت على ادائنا وعلى مستوانا الفني. النادي الاهلي رصد مكافآت استثنائيه للقاء بيراميدز عشان يحمس لعيبته لعبور المباراه دي. لقاء بيراميدز هو لقاء الدوري، لان الفرق بين الاهلي وبيراميدز 4 بونت لصالح بيراميدز. الاهلي فاز هيبقى الفرق بونت 1. الاهلي طبعا كده هيقابل سان داونز في دوري ابطال افريقيا نصف النهائي. الاهلي هيطالب ان شاء الله في لقاء القاهره بحضور الساعه الكامله لاستاد القاهره. امام عاشور اتكلم عن لقاء الهلال السوداني، والراجل شكر جماهير النادي الاهلي اللي دايما بتساند الفريق، خاصه الناس اللي تواجدت في موريتانيا، وقال لك طول عمر جمهور النادي الاهلي ورانا جوه مصر وخارج مصر،
وقال لك عندنا ارتباطات قويه جدا محليا وافريقيا، لكن احنا جاهزين لاسعاد جماهير النادي الاهلي. وقال طبعا ان هو سعيد جدا جدا بهدفه في مرمى الهلال. وبرضه اتكلم برضه امام على ارضيه ملعب لقاء الهلال، وقال ان ارضيه الملعب ما ساعدتش في صناعه اكتر من فرصه خطيره للنادي الاهلي. اسامه جلال ووليد الكارتي الاثنين خضعوا لاختبار منشطات في لقاء بيراميدز والجيش الملكي. بيراميدز وصل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد ما فاز على الجيش الملكي في مجموع المباراتين 4-3. الاهلي بدأ في تسويق كريستو ورضا سليم، كريستو تونسي ورضا سليم مغربي. الاهلي بدأ في تسويقه، والاهلي عارض رضا سليم على نهضة بركان وعلى الجيش الملكي المغربي. عندنا بقى يا جماعة حسام حسن بيقول لك ان معسكر يونيو فرصة جيدة للاعيبة الدوري. بيقول لك لان في بعض المحترفين مش هيجوا، وفي لعيبة الاهلي غايبين عن المعسكر، فدي فرصة جيدة للاعيبة الدوري يثبتوا نفسهم. فرصة جيدة للاعيبة الدوري يثبتوا نفسهم. لقاء السبت الاهلي وبيراميدز فعلا هو لقاء الدوري. اتحاد الكوره قال لك خلال 48 ساعه طاقم تحكيم اجنبي دولي هيتواجد في القاهره لاداره طبعا لقاء الدوري. في دوري ابطال افريقيا النسخه الحاليه الهدافين من مصر 2 لعيبه هم هدافين دوري ابطال افريقيا. امام عاشور 5 اهداف، ابراهيم عادل 5 اهداف. وعندك يجي تحتيهم على طول فيستون مايلي 3 اهداف، وسام ابو علي 3 اهداف. شيروا اللايف اخواتي وحبايبي واصدقائي، بشكركم جدا جدا. كان معكم الناقد الرياضي علاء حماد.